الشيخ طالع يفطر هو وأصدقائه ومرت من يمه بنية حلوة، سأل عليها قالوا له هاي فلانة بنت فلان اللي قعدوا جديدين بالسلف، متزوجة؟ قالوا له لا. أحد يعرف عنهم شيء؟ قال له لا، لا يطبون ولا يطلعون على أي واحد بالمنطقة. يا بخير إن شاء الله. خلى وراح لأبوه، قال له أبوي أنت مو تريد نتزوج؟ قال له إيه؟ قال له لقيت بنت الحلال. قال له تعرف أبوي بنت شيخ بنت جاويد بنت كذا بنت كذا؟ قال له لا أبوي بعدني ما جامع أي معلومة. قال له أبوي يعطوك إياها؟ قال له هاي هم ما أعرف فيها، بس أنا أقول لك وبعدين أروح أستشير أهل البنية، إذا أعطوني إياها أرجع وأقول لك أبوي امشي وخلي نحول عليهم ونطلب ايده. قال له روح أبوي ما دامك رايد شي بالحلال روح وأنا أبوك. وفعلا يروح ابن الشيخ على بيت هاي البنية ويدق الباب، يطلع أبوها تفضل، عرفه بنفسه قال له أنا فلان ابن فلان ابن شيخ فلان اللي أنت قاعد بسلفهم. قال له يا أهلا وسهلا تفضل. قعد ضيفه ومن بعدها استرسل بالحديث ابن الشيخ وقال له أنا جاي على بنتك تنطيني إياها، إذا انطيتني الموافقة أرجع لأبوي وقل له. هذا الرجل باوى حيك على الولد قال له أنت شيخ وابن شيخ وسلالتكم مال الشيوخ، احنا ما نفيدكم. فابن الشيخ قال له ليش؟ قال له الشيخ يتزوج من بنت الشيخ واحنا ناس على قد حالنا، احنا ناس بينا ملوحة. فابن الشيخ قال له واذا بيك ملوحة؟ قال له لا عمي روح لابوك وقل له ذول العرب بيهم ملوحة يقولون. قال له سهلة. طلع هذا الولد من البيت هذا وراح لابوه. بويه رحت لهم قالوا احنا ما عندنا مانع بس قل لابوك احنا ترى بينا ملوحة. ابوه قال له بويه تعرف شنو اللي بيه ملوحة؟ قال له ايه اعرف بس هذا مو عندنا احنا الشيوخ. قال له ابويا يعني ذولي عبيد عد الشيوخ يصيرون. قال له وانا موافق، حتى لو ابوها عبد انا موافق. الاب بعد ما يقدر يكسر بابنه. قال له روح وقل له ابوي موافق. وفعلا يروح على الرجال يدق الباب وطلع على الرجال قال له ها عمي قلت له ابوه؟ قال له قلت له. وابوه يقول احنا موافقين. قال له لا مو بس هاي، انا قلت لك احنا عبيد عد الناس ولكن اكو فد شغله انت ما تعرفها والشيوخ ما ترضى بيها والعرب اغلبها ما تقبل تتزوج منه. قال له شنو؟ قال له قل لابوك احنا نشتغل بالحياكه. الولد هذا استغرب قال له عمي ساعة تقول لي احنا عبيد وساعة تقول لا انا حايج، تنطيني بنتك لو ما تنطيني؟ قال له عم انطيك اياها بس ارجع وقل لابوك هذا الحكي. وفعلا يروح الولد ويقول لابوه وابوه كل كلمة يجيبها إليه بالعريجة. ليش؟ لأن ابنه هذا. قال له ابويا قل له موافقين حتى لو تشتغلون بالحياكة. ويرجع الولد ويقول للعمة الجديد اللي يريد يناسبه يقول له ابوي يقول موافق. هسه هذا الرجال قال له عمي خل اعطيك اياها من الاخير واخصمها إليك. قال له قول. قال له احنا لا عبيد ولا نشتغل بالحياكة بس بينا شغلة وحدة وهاي الشغلة تخرب ولذلك انه انا ما اريد اعطيك بنيتي. قال له شنو هي يا عمي؟ قال له احنا عندنا قطع وراثتنا، ما تشوفنا انا قاعد بسلفكم غريب لوحدي ولا حد يطب علي ولا حد يطلع مني؟ فقل لابوك اذا قبل بذني الاثنين وهاي الثالثة فعمي تعال اخذ بنيتي الك وكل شي ما اريد منك، قبع وخذ. وفعلا يرجع هذا الولد لابوه قال له ابويا هذا زلمة يقول احنا لا عبيد
ولا نشتغل بالحياكة، بس بينا ميزة مو حلوة. شنو الميزة المو حلوة اللي بيهم؟ قال له يقول عندنا قطع. أبوه قال له لا، كلهن نرضى بيهن بوي، رضينا بالملوحة ورضينا بالحياكة، بس ما الأرض بالقطع لا بوي. بويا النار ما تخلف بس الرماد، والقطع مو حلو. قال له تتذكر فلان ابن فلان؟ قال له ايه. شلونه؟ قال له كان خوز زلمه وخخيته وطباته وطلعاته على الناس. قال له من الزوج الصار بي. قال له مرته طلعته مثل الشعره من العجين وقعد بديره الوحده. قال له وهسه شلونه وشلون احواله؟ قال له منتهي ابويه، والناس كلها تحكي عليه ويقولون هذا صاير بيد مريته. قال له ليش؟ قال له هو قطع بالعالم. قال له وهاي وحده من القطع، قطع من العالم لا يطب ولا يطلع، والسبب مرته كشت بوجه اخوته واخوته قاموا ما يطبون عليه. مرته كشت بوجه خواته وخواته بعد ما طبوا عليه، وهي لا اهلها يطبوا لها ولا تطب عليهم. مرة قعدت ببيتها لوحدها، واهم شيء استقرارها على اساس، والبيت اللي ما يطب له خطار بويا هذا يعتبر بيت. قال لا بويا، قال له اذا تريد تصير مثله روح بويا وروح اخطب وتزوج، بس خله اقول لك تصير مثل هذا الرجال ومثل ابو المرأة، مثل ما قال لك احنا عندنا قطع وانت بكيفك. بعد الولد ابتسم بوجه ابوه قال لا ابويا كله الا القطع، كل شيء ينصلح بهاي الدنيا الا الحقد والقطع. ومثل ما قلت النار ما تخلف بس رماد، والعياذ بالله من ذني امهات القطع. وأسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم بحق محمد وآل محمد. تحية حب واحترام وتقدير مني أنا مهند صالح. دمتم في رعاية الله وحفظك. اللي يريد منك لايك، شارك هذا الفيديو، لا تنسوا والدي من دعاكم.